Going back home to Egypt. Egypt, here I come. مساء الخير. ممكن حد يسأل سؤال آه، بخصوص القطع الأثرية اللي متاخدة من مصر وسافرت بره، زي حجر رشيد وراس تمثال نفرتيتي، ويقول لك إيه المردود أو العائد. بهدوء خالص كده هرد وهقول له إنه آه، في حاجة اسمها كرامة حضارية، بمعنى إن كل بلد عندها حضارة. الحضارة دي جزء من كرامتها، بالتالي نسبة الحضارة دي أو النتاج الحضاري للبلد دي لبلد تانية شكل من أشكال انتهاك السيادة. يعني مثلا لما يطلع حد يقول لك إنه حتى على أتفه الحاجات، الأكل، يعني مش موضوع كبير قوي الأكل، بس لما تطلع دولة مثلا آه، الراجل في البلد دي صاحب البيت ما كانش يملك غير طبق واحد ياكل فيه هو وكلبه، ويسمي لك السمنه ولا الزبده عربي، الزبده العربي او السمنه العربي، وانتوا اصلا ما كانش عندكم اطباق عشان تحطوا فيها زبده او سمنه، او يعني اي انيه تحطوا فيها زبده او سمنه. فلما تسموها سمنه عربي او زبده عربي، ده شكل من اشكال انتهاك السياده. الموضوع ممكن يبان تافه، بس هو دي الحقيقه، حاجه بتاعتك وانت انتجتها، شكل من اشكال الرفاهيه شعبك كان عايش فيها، ياخدها واحد تاني يعني ما تمتعش باي رفاهيه في حياته غير اخر 30 40 سنه. ده انتهاك للكرامه الحضاريه. بالتالي وجود اثار تخصني بره مصر ده شكل من اشكال انتهاك الكرامه الحضاريه. تاني حاجه ان دوت بيعمل نوع من النهضه الثقافيه في المجتمع. احنا فاكرين المتحف فتح، الناس قد كده كانت مهتمة وكانت فرحانة، بدأت تكتشف، بدأت تقرا، بدأت تسمع، تشوف الناس دي كانت عايشة ازاي، متحضرة ليه، موجودة ليه. حتى ان كان بعض المساعي من بعض الفئات من المجتمع ما كانتش احسن حاجة او موفقة، او كانت لحد ما لوكال قوي، مش مشكلة، مصيرهم يتعلموا ومصيرهم يعرفوا. حاجة تانية ده بيخلي صحوة في فكرة الانتماء. انا لما احس ان انا من جذور عظيمه ومن مجد تليد وحضاره عريقه، ده بيخليني ابص لمجتمعي وابص لنفسي بصه تانية خالص، غير لما اكون حاسس نفسي في عندي انعدام قيمه وغياب المعايير في الحياه، وان كل الامور بتنفع. ده كله في الاخر هينتج عنه شكل من اشكال الوعي بالمجتمع بتاعي وبقيمته. من هنا فكرة استمرار الإثارة للموهبة دي حاجة هتفيد المجتمع ككل، وآخر حاجة ممكن نتكلم فيها هتعمل رواج سياحي للسياحة الثقافية.